المستنصر بالله، الخليفة اللي حكم مصر وهو طفل وعاش بين العظمة والكارثة. في تاريخنا الإسلامي كان في شخصية كبيرة من أمتع وأغرب الشخصيات اللي مروا على حكم الدولة الفاطمية. المستنصر بالله الخليفة اللي حكم أطول فترة في تاريخ الفاطميين، تولى الخلافة وهو صغير وكان دوره كبير في فترة من أكبر التحديات اللي واجهتها الدولة. هل كان شخصية قوية في بدايات حكمه؟ إزاي قدر يواجه المجاعات والاضطرابات؟ النهاردة هنتكلم عن مسيرة هذا الخليفة الفريد، وهنكتشف مع بعض أهم اللحظات في حكمه اللي عاشها من الازدهار إلى التدهور، مع بعض الأسرار اللي ما زالت محيرة. طفل على عرش مصر، اسمه بالكامل أبو تميم معاذ المستنصر بالله، اتولد سنة 1029 ومات سنة 1094، وده كان تامن الخلفاء الفاطميين. وصل للحكم وهو عنده 8 سنين بعد وفاة أبوه، ووالدته هي اللي سيطرت على الحكم بدلاً منه وخلت الدولة تدخل في فوضى وضعف. وفترة حكمه الدولة الفاطمية وصلت لأقصى اتساعها، سيطرت على الشام وفلسطين والحجاز وصقلية وشمال أفريقيا حتى بغداد. كان عنده وزير قوي هو اللي كان بيسنده وبيساعده في بداية حكمه. المستنصر بالله كان مهووس بالكتب والعلم، وعنده مكتبة ضخمة فيها أكتر من 400 ألف مجلد. كان بيجيب كتب نادرة من كل حتة في العالم وبيقرأها بنفسه ويعلق عليها. المكتبة دي كانت مجانية للعلماء ومجهزة بكل حاجة تخليهم يشتغلوا بتركيز، لدرجة إنه منع الخمر في الأندلس وأمر بقطع كل أشجار العنب عشان يوقف انتشارها. وبعد ما مات وزيره، أمه اللي سيطرت على الحكم وبدأت تسبب الفوضى، عزلت الوزراء الأكفاء وخلت الجيش يتحول لعصابات متحاربة. الشدة المستنصرية كانت مجاعة رهيبة استمرت 7 سنين، ودي تعتبر أسوأ مجاعة في تاريخ مصر من 1065 ل 1071، والسبب الرئيسي كان نقصان مياه النيل بشكل مخيف، واللي خلى المحاصيل تتدمر، وجت معاها أمراض وأوبئة زي الطاعون قتل آلاف الناس يوميا، لحد ما الشوارع بقت فاضية ومحدش يقدر يزرع ولا حتى يبيع. الأسعار وصلت لسعر مجنون، رغيف العيش بقى ب15 دينار، وده كان مبلغ ضخم وقتها. البيضة الواحدة بقت ب10 قراريط، ومية الشرب بقت بدينار. الناس باعت بيوتها بمزاد سخيف عشان تشتري الدقيق، والوصول للأكل الميت كان حتى صعب جدا، لدرجة إن الناس بقت بتاكل الكلاب والقطط وبيبيعوها في السوق ب5 دنانير للكلب. وفي مؤرخين قالوا إن بعض الناس أكلوا جثث الموتى من شدة الجوع. الطرق بقى فيها عصابات ومحدش يقدر يسافر إلا مع حراسة مسلحة. كلام المؤرخين عن الفترة دي إن الناس وقفوا في الشوارع يقتلوا بعض عشان لقمة العيش، والخبز بقى بيتباع بالنداء يعني بالضريبة، لحد ما وصل سعره ل14 درهم للرغيف. درس تاريخي كان قاسي. الشدة المستنصرية دي كانت تحذير صارخ من إهمال الزراعة والإدارة، ونتيجتها كانت موت مئات الآلاف وانهيار الاقتصاد وسقوط الدولة الفاطمية شيئاً فشيئاً. فترة زي دي بتثبت إن الجوع ممكن يدمر حضارة كاملة وتبقى ذكرى، لدرجة إن المستنصر بالله وقتها باع كل أملاكه عشان ينقذ البلد، لكن مفيش فايدة. في الآخر المستنصر استعان ببدر الجمالي، قائد عسكري قوي من عكها. بدر الجمالي ضبط الأمن ورجع هيبة الدولة، لكن الضرر كان كبير جدا، وفي النهاية تراجعت الدولة الفاطمية بعد اللي حصل، بدأت تضعف وتتفكك. والمستنصر مات سنة 1094 وخلفه ابنه المؤيد بالله، لكن العصر الذهبي انتهى. المستنصر بالله واحد من أعظم وأطول الخلفاء اللي حكموا في تاريخ الدولة الفاطمية. رغم التحديات الكتيرة اللي واجهها، إلا إنه قدر يترك أثر كبير على مصر والدولة بشكل عام. لكن برغم كل نجاحاته كان في صراعات كتير بعد وفاته، واتدهورت الدولة الفاطمية بسرعة بعد رحيله. لكن ولحد النهاردة اسم المستنصر بالله هيفضل جزء من تاريخ مصر والإسلام، وسواء كنت بتأيده أو بترفضه مش ممكن ننكر تأثيره العميق. وإحنا دلوقتي بنحكي قصته وبنحاول نفهم إزاي شخصية زي دي ممكن تكون غيرت مجرى تاريخ أمة كاملة. المستنصر بالله كان خليفة مثقف وحاكم قوي، لكن سوء الإدارة
خصوصا من أمه، والكوارث الطبيعية زي مجاعة النيل خلت عصره يتحول من عظمة لانهيار. والدرس إن حتى أعظم المماليك ممكن تسقط لو مفيش حكم رشيد.